السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي. عاملين يا أبطال؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل إيه يا مستر ياسر؟ النهارده إن شاء الله هنحل بقية تقييمات الوزارة. وهنبدأ بأول تقييم فيهم يا شباب، وهو التقييم السابع. بيتكلم عن إيه يا مستر التقييم السابع؟ بيتكلم عن دولة مصر تحت حكم البطالمة. قال لك كده حتى الحياة السياسية. يلا نقول بسم الله ونبدأ مع بعضينا. اول حاجه يا شباب ورقه عمل الحصه بيقول لك ايه في السؤال رقم 1؟ اصبحت مصر هدفا للاسكندر المقدوني بعد ان بسط نفوذه على ايه؟ هو الاسكندر عمل ايه اساسا يا شباب؟ اولا هو من اليونان، اول حاجه عملها راح سيطر على اسيا الصغرى، بعد اسيا الصغرى سيطر على سوريا، بعد سوريا دخل عندنا مصر. يبقى قبل ما يجي عندنا مصر عمل ايه؟ سيطر على ساحل سوريا، بعد ذلك سيطر على مصر. السؤال الثاني يا شباب بيقول لك ايه؟ ارتبط تعدد الصناعات في مصر في عصر البطالمة بإيه؟ هل الصناعات كترت بسبب سياسة الاحتكار الاقتصادي، ولا وفرة الأيدي العاملة، ولا براءة الإغريق الصناعية، ولا توفر المواد الخام؟ بالتأكيد توفر المواد الخام. لأن لو بصيت تلاقي البطالمة اهتموا بكل الصناعات، صناعة ورق البردي، صناعة الزيوت، صناعة المنسوجات، صناعة الفخار، أدوات الزينة، فده بيدل على إيه؟ وفرة المواد الخام. السؤال التالت بيقول لحضرتك إيه؟ جاءت فلسفة البطالمة بعد تأسيس دولتهم أن يكون لهم دور عالمي قوي. اعتقد البطالمة أن هذا الدور طلب منهم إيه؟ البطالمة عشان يبقوا منافسين لدول العالم ويكون ليهم تأثير، شافوا إن هم لازم يكون عندهم اقتصاد قوي، وده اللي خلاهم يا شباب يطبقوا نظام الاحتكار. ده كان الهدف من نظام الاحتكار. سؤال 4 يا شباب بيقول لك إيه؟ الولاء للمعبودات المصرية. جايب لك كده كام جملة؟ معاملة المصريين معاملة حسنة، الإبقاء على النظم الإدارية. الحاجات دي كلها عملها مين؟ الإسكندر الأكبر مع المصريين. بيقول لحضرتك بقى هدف تلك السياسات، ليه عمل كده الإسكندر الأكبر؟ هل انتهاء الوجود الفارسي بمصر؟ ولا تثبيت أركان حكمه بالبلاد؟ ولا قبول المصريين للتجنيد بجيشه؟ ولا تطبيق لسياسة الاحتكار الاقتصادي؟ الإسكندر عمل كده عشان يحبب المصريين فيه فيعرف يحكمهم كويس. يبقى الهدف من تلك السياسات هي تثبيت أركان حكمه بالبلاد. السؤال الخامس بيقول لك إيه؟ يرجع الهدف العسكري من وراء تأسيس الإسكندر الأكبر لمدينة الإسكندرية إلى إعدادها لتكون إيه؟ خد بالك الإسكندر عمل اسكندرية 3 أسباب. أولاً لتكون عاصمة لمصر تحمل اسمه، ودي حاجة سياسية. الحاجة الثانية لنشر الحضارة الإغريقية. الحاجة الثالثة قال لك لتأخذها قاعدة للسيطرة على البحر المتوسط. هو في السؤال حدد لك عايز حاجة ايه؟ عسكرية. ايه من دول عسكرية؟ آخر إجابة. هو عايز يحتفظ بمصر أو عايز يعمل اسكندرية عشان تدعم سيطرته على سواحل البحر ايه يا شباب؟ المتوسط. يبقى دايما في الإجابة في السؤال خد بالك كتير في الأسئلة بيجيب لك كده كلمة اسمها مفتاح الإجابة. لما تلاقي مثلا الشخص اللي قدامك في السؤال عمل اكتر من حاجه، هفصل بيهم ازاي من السؤال؟ هو يسأل لك حاجه سياسيه، حاجه ثقافيه، حاجه عسكريه، يبقى هو بيقول لك عايز ايه. السؤال السادس بيقول لك فسر اسباب رواج التجاره الخارجيه في مصر خلال حكم البطالمه. ليه يا مستر ايام البطالمه كان في رواج تجاري؟ قال لك رقم 1 بسبب ازدهار الزراعه والصناعه. السبب التاني يا شباب بسبب الموقع الجغرافي المتميز. التجارة ازدهرت. قال لحضرتك كده بسبب الاهتمام بإنشاء المواني، وكمان الاهتمام بإنشاء المنارات لإرشاد السفن، المنارات زي منارة الإسكندرية. ممكن أزود استخدام العملات، وجود أسطول قوي، الاهتمام ببناء السفن. دي كلها حاجات أدت إلى ازدهار الإيه يا شباب؟ التجارة الخارجية في مصر زمن الإيه؟ البطالمة. السؤال السابع بيقول لحضرتك إيه؟ ما رأيك في سياسات الإسكندر الأكبر تجاه المصريين؟ لسه كنا بنقول الإسكندر تعامل مع المصريين معاملة حسنة، أبقى على النظم الإدارية زي ما هي والمالية، أظهر احترامه للآلهة المصرية. إيه رأيك في كل ده؟ طبعا أمر جيد، لأنه ساعد الإسكندر على كسب عطف وود الشعب الإيه يا جماعة؟ الشعب المصري.
تعال بقى بعد كده للواجب المنزلي يا اساتذه. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ اهل مكه ادرى بشعابها. مثل عربي ظهر تطبيق الاسكندر الاكبر له في مصر من خلال ايه؟ اهل مكه ادرى بشعابها، يعني سكان مكه ادرى بالمنطقه بتاعتهم وعارفين خباياها. خلاص؟ المبدأ ده الاسكندر طبقه في انهي موقف؟ في بقاء الحكم في يد المصريين، ولا الابقاء على النظم الاداريه المصريه، ولا الاستعانه بالمصريين في الجيش، ولا توزيع الاراضي الزراعيه على المصريين؟ طبعا الابقاء على النظم الاداريه المصريه. قال لك المصريين ادرى ببلدهم وهم اللي يدروها، فما عملش تغيير ولا في النظم الاداريه ولا الماليه. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ اي من الاتي سعى البطالمه من خلالها للعب دورا هاما في السياسه العالميه؟ لسه قايلين النظام الاقتصادي بتاعهم اللي هو نظام الاحتكار، طبقوه عشان يبقى ليهم دور في السياسه العالميه. يبقى هنختار التطور الاقتصادي، والمقصود به هنا يا جماعه نظام الاحتكار. 3. ارتبطت زياده مساحه الارض الزراعيه في مصر زمن حكم البطالمه بايه؟ هم عشان يزودوا مساحه الارض الزراعيه بالتاكيد يا مستر هيستخدموا وسائل ري حديثه. كل لما هتزود الايه؟ الاراضي الزراعيه محتاج تزود مشروعات الري. بصيت الحاجات الثانيه ليها علاقه بزياده المساحه، اللي هو ادخال محاصيل جديده، مصادره اراضي المعابد. عارف يعني مصادره؟ بياخدوا الاراضي من المعابد. تحسين احوال الفلاح، لا طبعا استخدام وسائل ري حديثه هو اللي هيزود المساحه. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ أي من الصناعات المصرية الآتية التي ازدهرت في عصر البطالمة وتعد امتدادا لازدهارها في بلاد اليونان؟ يبقى احنا عايزين صناعة كانت موجودة في اليونان والبطالمة عملوها عندنا في مصر. هل ورق البردي، ولا الجلود، ولا الزيوت، ولا النبيذ؟ لو انت ذاكرت حضارة اليونان هتلاقي من الحاجات المشهورة جدا عندهم حاجتين، الزيوت والنبيذ. النبيذ اللي هو الخمرة. هل البطالمة عملوا النبيذ في مصر؟ لا، هم اهتموا بصناعة الزيوت في مصر، ودي من الصناعات اللي احتكرها البطالمه عندنا في ايه يا شباب؟ في مصر. السؤال الخامس زي ما انت شايف كده، نوعيه السؤال ده اتكرر مرتين، يجيب لي كام جمله كده وعايزنا نشوف الاستنتاج منهم. ايه علاقتهم ببعض؟ تشييد المنارات، سك العمله، اقامه الترسانات. هم البطالمه اهتموا بكل الحاجات دي ليه؟ هل لتقدم الفن العماره، ولا التطور الصناعي، ولا الرواج التجاري، ولا انشاء الاساطيل؟ طبعا انت عارف الحاجات دي كلها ليها علاقه بالايه؟ بالتجاره. عملوا المنارات، سكوا العملات، انشأوا الترسانات اللي هي بتاعت صناعه السفن. ده كله يا اساتذه بهدف ايه يا جماعه؟ الرواج التجاري، يعني ازدهار التجاره. فسر اسباب اتخاذ البطالمه سياسه اقتصاديه قائمه على الاحتكار. قال لك كده ليكون لهم تأثير على السياسات العالميه. عارف زي محمد علي كده درسنا في ثالثه اعدادي، كان برضه اهتم جدا بتطبيق نظام الاحتكار، برضه كان حاجه شبه كده. قال لك للدخول في سوق التجاره العالميه منافسا لغيره من الدول. هتطبق الاحتكار تبقى الدوله قويه فهتنافس الدول الثانيه. ما رايك في سعي بطليموس بن لاجوس في مزج الحضاره المصريه باليونانيه؟ طبعا انت عارف لما البطالمه احتلوا مصر ومن قبلهم الاسكندر الاكبر عملوا فكره اسمها الحضاره الهيلينستيه، ربطوا بين الحضاره المصريه والحضاره الاغريقيه. راينا ايه؟ طبعا امر جيد يدل على تسامح البطالمه ويؤكد على تواصل الحضارات، وبه استفادة من الحضارات الشرقية والغربية. حاجة مفيدة، الناس كلها تستفاد من إنجازات الحضارة المصرية وإنجازات الحضارة اليونانية. تعالوا بقى نعلم للتقييمات. المجموعة الأولى بيقول لك سؤال رقم 1، نستنتج من سهولة سيطرة الإسكندر الأكبر على مصر عدم وجود جيش فارسي، ولا بغض المصريين يعني كراهية المصريين لحكم الفرس، ولا استنجاد المصريين بقواته، ولا وعوده للمصريين بحكم بلادهم؟ هو من الحاجات اللي سهلت احتلال الاسكندر لمصر بغض المصريين لحكم الفرس. البغض يعني الكراهية، فلما جه الاسكندر يغزو مصر المصريين ما كانش متضايقين، ده بالعكس ساعدوه ضد مين؟ ضد الفرس. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ ضم الاسكندر الاكبر لمصر كان نذير بزوال حكم الفرس من ايه؟
هو بعد ما الاسكندر يا نجم استولى على مصر، بعديها لو انت مذاكر عمل ايه؟ راح يا مستر استولى على العراق وايران. يبقى ده كان نظير الاستيلاء على العراق وايران. السؤال التالت بيقول لك ايه؟ اي من الاتي نستدل منه على تطبيق البطالمه سياسه الاحتكار في التجاره؟ طبقوا الاحتكار ازاي؟ قال لك ان هم كان بيتدخلوا في تحديد اسعار المنتجات، ده نوع من انواع الاحتكار. فسر اسباب قرار الاسكندر الاكبر لبناء مدينه اسكندريه. ليه يا مستر الاسكندر عمل اسكندريه؟ قال لك يا نجم، رقم واحد، لتكون عاصمه لمصر تحمل اسمه. الحاجه الثانيه، لنشر الحضاره الاغريقيه. الحاجه الثالثه، لتكون قاعده بحريه للسيطره على البحر المتوسط. دي كلها اسباب خلت الاسكندر الاكبر ينشئ مدينه الاسكندريه. السؤال الخامس بيقول لك ايه؟ اي صيغه العباره تنوعت ملكيه الاراضي الزراعيه في مصر زمن البطالمه. ده الموضوع كبير، كان في فعلا اكتر من نوع من انواع الاراضي زمن البطالمه. اول حاجه نجم، اراضي الملك. طبعا انا هكتب لك العناوين وانت بقى ايه تكتب التفاصيل في الامتحان، بس عشان ما فيش مكان. اراضي الملك اللي هي كانت مع الملوك الفراعنه، وحصل عليها بعد كده ملوك البطالمه عشان احتلونا. عندك يا نجم اراضي الهبات. دي الاراضي اللي البطالمه كان بيدوها لكبار الموظفين، هبات يعني اراضي هديه. عندك يا نجم الاراضي المقدسه، ودي اللي كان البطالمه بيخصصوها للكهنه والمعابد. وعندك كمان اراضي الاقطاعات العسكريه، البطالمه كان بيدوها للجنود المرتزقه اللي بيجوا يساعدوهم باليونان. وعندك كمان اراضي المدن، كان في يا جماعه 3 مدن اغريقيه ساعتها على ارض مصر، هما الاسكندريه، مقراطيس، بطلميس. يبقى 5 انواع من الاراضي عندنا في مصر زمن البطالمه: اراضي الملك، اراضي الهبات، اراضي المقدسه، اراضي الاقطاعات العسكريه، واراضي المدن. المجموعه الثانيه، السؤال الاول بيقول لك ايه؟ اي البلاد الاتيه اجتمع فيها قاده جيش الاسكندر لتقاسم املاكه؟ هم يا نجم الاسكندر مات فين؟ في مدينه بابل في العراق، وفي نفس المدينه حصل مؤتمر بابل لتقسيم املاك الاسكندر الاكبر في بلاد العراق، وتحديدا في مدينه بابل. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ يقول الشاعر: ولما نزلت بمصر كان نوالها تعديل عدل لما يمال لجانبي، حاكم كالنسيم يلف حلم أمة، يدني القريب ويجبر قلب المجانب. أي سياسات الإسكندر الأكبر في مصر تنطبق على بيت الشعر؟ اللي متابع تقييمات الترم الثاني بقى فيه نوع من الأسئلة على هيئة أبيات شعر. مستر إحنا مش في حصة عربي، عارف يا نجم، ده كمان جايب أبيات شعر إيه تقيلة قوي، يعني ممكن تيجي عندك أنت كده في القراءة إيه أو في النصوص المتحررة. بس تعالى احنا نستخلص المعنى. بيقول لك أبيات الشعر دي بتدل على إيه؟ هل بتدل على إظهار الولاء للمعبودات المصرية؟ ولا الإبقاء على النظم الإدارية المصرية؟ ولا ترك الأرض في يد أهلها يفلحونها يعني يزرعونها؟ ولا معاماة المصريين معاملة حسنة؟ هو بيقول لك إيه في بيت الشعر؟ إن هو حد لما دخل مصر بيحاول يألف قلوب الأمة نحوه يعني، وبيبني القريب يعني بيحاول يقرب من الناس. الحاجات دي بتنطبق على سياسات الاسكندر من خلال ايه؟ معاماة المصريين معاملة حسنة، عشان يحاول يألف القلوب ايه؟ حوله. يستثنى، او السؤال الثالث يا شباب، يستثنى من عوامل رواج التجارة بمصر زمن البطالمة. ايه الحاجة اللي ملهاش علاقة بان البطالمة تفوقوا تجاريا عندنا في مصر؟ التقدم الزراعي والصناعي ليه علاقة، خلاص، موقع مصر الجغرافي له علاقة. ولع اليونانيين بالتجارة، ان هم اصلا حضاره بحريه تجاريه، اللي ملوش علاقه قدرات البطالمه الايه يا جماعه؟ العسكريه. السؤال بقى شباب بيقول لك ايه؟ استنتج الاثر الناتج عن اعتقاد البطالمه ان تاثير الدوله عالميا يكمن في اقتصادها. ايه اللي مترتب على كده؟ اتباع البطالمه لنظام الاحتكار. عملوا ليه؟ عشان شايفين هو ده اللي هيخليهم يأثروا في السياسات الايه؟ العالميه.
حد العلاقة بين دولة الفرس والإسكندر الأكبر إن كل حروب الإسكندر الأكبر كانت ضد الفرس في آسيا الصغرى وسوريا ومصر والعراق وإيران. دي كلها أماكن الإسكندر حارب فيها الفرس، ويعتبر تقريبا هو اللي قضى على معظم قوتهم. ايه المجموعة التالتة بيقول لك يا شباب؟ تخير الإجابة الصحيحة من بين البدائل. إذا كان الإسكندر الأكبر قد سعى لكسب ود المصريين فأن خلفائه خالفوا ما فعلوه. مين خلفاء الإسكندر الأكبر؟ البطالمة. خلفوا الإسكندر الأكبر فيها مستر سياسة تقسيم الأرض، القيام بسك العملة، العمل بحركة التجارة، ظهور الحضارة الهيلينستية. إيه الحاجة اللي عملوها البطالمة من دول خلتهم ما يكسبوش ود المصريين؟ سياسة تقسيم الأرض. لو بصيت على الخمس تقسيمات اللي احنا عملناها مفيش اساسا فيهم مصريين خالص. بيدوا ارض للملك، ارض لكبار الموظفين، ارض للاغريق اللي عايشين في مصر، ارض للجنود المرتزقه من اليونان. مفيش حد من المصريين امتلك الارض بتاعته، وبالتاكيد ده شيء هيضايق الشعب المصري. السؤال تاني بيقول لك ايه؟ حافظ البطالمه اثناء وجودهم بمصر على استدامه جوده التربه. ايه الحاجه اللي عملوها عشان يحافظوا على جوده التربه؟ اتبعوا نظام الدوره الزراعيه. ايه مثلا نظام الدوره الزراعيه ده؟ في محاصيل عشان تحافظ على الارض، في محاصيل زراعيه ما ينفعش تزرعها ورا بعض في نفس الارض ممكن تجف وتبوظ. في محاصيل بقى ينفع تزرعها ورا بعض، وهو ده اللي عمله البطالمه، اسمه نظام الدوره الزراعيه. السؤال اللي بيقول لك يا شباب، يخرج عن اسباب تاسيس الاسكندر الاكبر لمدينه الاسكندريه. ايه الحاجه اللي ملهاش علاقه بان الاسكندر الاكبر يعمل اسكندريه؟ احنا لسه في سؤال مقالي كاتبين هو عملها ليه؟ عشان تكون عاصمه لمصر، تشتق من اسمه او تحمل اسمه. الحاجه الثانيه نشر الحضاره الاغريقيه. الحاجه الثالثه تكون قاعده بحريه للسيطره على البحر المتوسط. ايه من دول بقى احنا ما قلناهوش؟ مقر لاقامه الاغريق، ولا قاعده عسكريه بحريه، ولا نشر الحضاره الاغريقيه تخليد ذكرها؟ مقر لاقامه الاغريق. ما كانش عاملها عشان كده اساسا. استنتج الاثر الناتج عن مؤتمر بابل. ايه النتيجه بتاعت المؤتمر ده؟ تقسيم املاك الاسكندر الاكبر بين ثلاثه من قادته. مين هم؟ بطليموس ابن لاجوس، سلوكس، وواحد اسمه انتوجينوس. طبعا ساعتها اللي حصل، بطليموس خد مصر واسس دوله البطالمه، سلوكس خد يا جماعه العراق وسوريا واسس الدوله السلوقيه، انتوجينوس حصل على ايه؟ على مقدونيا. السؤال الخامس بيقول لك ايه؟ اي صحه العباره تعدلت انواع الصناعات في زمن البطالمه. ايوه عملوا صناعات كتير، اهتموا بصناعه الزيوت، اهتموا بصناعه البردي، الزجاج، الفخار، اهتموا بحاجه اسمها قطع الاشجار، اهتموا بالعديد من الصناعات عندنا في مصر. وبكده يا نجم قلنا كل حاجه في تقييمنا السابع. يلا بينا يا شباب نخش في التقييم الثامن من تقييمات موقع الوزاره عندنا. مستر، تقييم الاسبوع الثامن بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن نفس الدرس، مصلحه حكم البطالمه، بس من اول الحياه السياسيه لحد نهايه الدرس يا ابطال. بيقول لك يا نجم السؤال الاول، جاء توطيد حكم بطليموس الاول في مصر مستند عليه. توطيد يعني تثبيت. ازاي ثبت حكمه في مصر بطليموس الاول؟ هل عن طريق القوى العسكريه، القدره الاقتصاديه، المكانه الدينيه، التحالفات السياسيه؟ لا يا مستر، عن طريق القوى العسكريه. قدر يقضي على كل المعارضين ليه، واعلن تاسيس دولته رسميا عندنا في مصر 305 قبل الميلاد. السؤال الثاني، وصلت دولة البطالمة في مصر أقصى اتساع لها بفضل وجود مين؟ بطليموس الثاني. عمل توسعات، ضم الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر وأجزاء من أفريقيا. مين اللي عمل كل ده مستر؟ بطليموس الثاني. سؤالنا الثالث، ترجع تسمية بطليموس الثالث بالخير والصالح ليه يا مستر؟ كان حصل في أزمة في عصر أزمة، وهي انخفاض منسوب مياه نهر النيل. المية قلت، حصل جفاف، في مجاعة،
تتصرف ازاي؟ اول حاجه عملها بطليموس الثالث، فتح صوامع الدوله امام الشعب، الناس تاكل ببلاش. والحاجه الثانيه، اسقط الضرائب عن الفلاحين. يبقى المصريين حبوه ليه؟ حبوه يا مستر لاجراءاته الاقتصاديه والاجتماعيه. السؤال الرابع يا ابطال، شهدت مصر خلال حكم البطالمه قدوم اليونانيين الى مصر. البطالمه لما احتلوا مصر جابوا ناس كتير جدا من اليونان تعيش عندنا في مصر. جابوهم ليه يا مستر؟ هل الاستعانة بهم كجنود بالجيش مرتزقة؟ خبراتهم في تدريب الأيدي العاملة؟ سياسات البطالمة الإدارية والاقتصادية؟ تفوقهم ونبوغهم العلمي والثقافي؟ لا، الصح سياسات البطالمة الإدارية والاقتصادية. جابوهم يا شباب عشان يساعدوهم في الحكم، وكمان وزعوا عليهم الأراضي الزراعية. 5. ظهر الاختلاف بين الهرم الاجتماعي في مصر في عصر البطالمة والهرم الاجتماعي الفينيقي في ايه؟ الوضع الاجتماعي للطبقة العليا، النفوذ الكبير للجاليات الأجنبية، اشتماله على 3 طبقات، الظلم الواقع على الطبقة الأخيرة. تعالوا مع بعضنا كده. هو هنا بيقارن بين الحياة الاجتماعية في عصر البطالمة وفي الدولة الفينيقية. الوضع الاجتماعي للطبقة العليا الاتنين وضعهم عالي، في ايديهم السلطة والمال والحكم، ده تشابه مش اختلاف. اشتماله على 3 طبقات، لو انت تفتكر سواء في البطالمة او درس فينيقيا في 3 طبقات في المجتمع. الظلم الواقع على الطبقة الأخيرة ده حصل في الاتنين، هنا في عبيد وهنا المصريين كانوا مستبعدين. النفوذ الكبير للجاليات الأجنبية، هو يعني ايه يا مستر؟ احنا عندنا في مصر مين اللي حكم البطالمه؟ هل البطالمه دول مصريين؟ لا، هم اللي في ايديهم السلطه والمال، اللي هم المقدونيين واليونانيين. دي كده اسمها جاليات اجنبيه وهم اللي مسيطرين. ده الاختلاف بين مصر في عصر البطالمه والفينيقيين. السؤال السادس بيقول لك ايد صحه العباره ادت طموحات كليوباترا السبعه على انتهاء حكم البطالمه، اللي هو قيام كليوباترا بالتحالف مع أنطونيوس ضد أكتافيوس، وبعد هزيمة أنطونيوس في معركة أكتيوم البحرية قامت كليوباترا بالانتحار، وقام أكتافيوس باحتلال مصر. وبكده انتهت دولة البطالمة، وبدأ عصر جديد عندنا في مصر هو عصر الرومان. استنتج الأثر الناتج عن اهتمام علماء جامعة الإسكندرية بالجغرافيا. ايه اللي عملوه علماء جامعة الإسكندرية في الجغرافيا؟ أثبتوا العديد من الحقائق الجغرافية. هم اللي أثبتوا لنا نظرية دوران الأرض حول الشمس، وهم كمان يا جماعة اللي أثبتوا لنا قياس محيط الكرة الأرضية. يلا بينا الواجب المنزلي يا شباب. بيقول لك السؤال الأول إيه؟ يتشابه وضع الدولة المصرية سياسيا فترة حكم بطليموس الخامس مع حكم مين؟ هو بطليموس الخامس عمل إيه يا مستر؟ كان هو عيل صغير وتعين واحد وصل عليه اسمه أجاس سوكليس، فالنتيجة حصل فوضى في البلاد وخسرنا أملاك، أو البطالمة خسروا أملاكهم في الآخر. لما أنا سمعتك كده إيه اللي حصل في عصر بطليموس الخامس، بيفكرك بمين من اللي قدامك؟ بإمنحتب الرابع. عارف مين نجم إمنحتب الرابع؟ الملك إخناتون. كان عمل الثورة الدينية الترم الأول وقلنا اهتم بالدين وأهمل الحرب والسياسة، فكانت النتيجة حصل حالة من الفوضى عندنا في مصر، وضيع الإمبراطورية اللي كان سايبها له تحتمس الثالث. أهم ما يميز فترة حكم بطليموس الثاني هي إيه؟ استخدام القوة لتوطيد حكمه، التقرب من عامة الشعب المصري، سعيه للتدخل في الصراع في روما، توجهه نحو مجال مصر الحيوي. هي دي الإجابة الصحيحة. يعني إيه يا مستر؟ بطليموس بيحكم مصر، راح سيطر على الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر وأجزاء من أفريقيا.
الأماكن المحيطة بمصر دي اسمها جغرافيا المجال الحيوي الطبيعي لمصر، وهو ده اللي عمله بطليموس الثاني. 3. ظهر ربط البطالمة الدين بالسياسة من خلال إيه؟ صلاحيات ومهام الملك، إشراك رجال الدين في الحكم، تتويج الملك في المعبد، اتخاذ المعبد مقر للحكم. تعالى نستخدم سياسة الاستبعاد. إشراك رجال الدين في الحكم ده ما حصلش. هل الكهنة اشتركوا مع البطالمة في الحكم؟ ما حصلش. تتويج الملك في المعبد ده مش البطالمة، ده درسناه في درس العراق. اتخاذ المعبد مقر الحكم ما حصلش. الملك مش بيعيش في المعبد. صلاحيات ومهام الملك، ان من ضمن مهام وسلطات الملك في دولة البطالمة كان عنده مهام وسلطات ايه يا جماعة؟ دينية. صلاحيات ومهام الملك. 4. وجه النقد لنظام الحكم البطلمي في مصر يكمن في ايه؟ ايه الحاجة اللي ممكن تشوفها نقد، يعني تشوفها عيب في نظام الحكم البطلمي في مصر؟ سلطات الملك المقيدة، عدم الفصل بين السلطات، سيطرة القادة العسكريين على الحكم، عدم اشتراك الكهنة في الحكم. طبعا بنوجه لهم اللوم في عدم الفصل بين السلطات، ان كل شيء في ايد ملك البطالمة حكم وفقا لنظام الحكم الفردي المطلق، في ايده السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية، فاللي بنلوموا عليهم ان هم ما عندهمش فصل بين السلطات. 5. شهدت الاسكندرية في عصر البطالمة تأسيس منارة الاسكندرية لتطوير حركة التجارة. أي من حكام البطالمة شهدت سواحل مصر الشرقية تأسيس العديد من الموانئ. هو يا نجم السواحل الشرقية دي اللي هي مين؟ السواحل المطلة على البحر الأحمر. مين أكتر ملك في البطالمة يهتم بالبحر الأحمر؟ الملك اللي سيطر على سواحل البحر الأحمر وكان مشغول بيها. مين هو؟ مستر بطليموس الثاني. 6. اثبت صحة المقولة السابقة: بلغت الرياضيات في الاسكندرية شأنا كبيرا زمن البطالمة. الدليل عملوا في جامعة اسكندرية ان جامعة الاسكندرية تخرج منها العديد من العلماء زي اقليدس صاحب كتاب الاصول في الهندسة، وزي ارشميدس صاحب قانون الطفو. استنتج الاثر الناتج عن طموحات اجاسوكليس الشخصيه في حكم مصر اللي لسه كنت بكلمك عنه، ده اللي تعين واصي على بطليموس الخامس وخرب الدنيا. ايه الاثر الناتج؟ قال لك ايه؟ حدوث تدهور سياسي واقتصادي وفقد الدوله لاملاكها. ده اللي حصل في عصر اجاسوكليس لما تعين واصي على بطليموس الخامس، خرب له الدنيا يا نجم. تعال بقى التقييمات. المجموعة الأولى، السؤال الأول بيقول لك إيه؟ ارتبط ارتفاع مكانة بطليموس الثالث بإيه؟ لسه قايلينها. اهتم بالكوارث بالكوارث الطبيعية. يعني يا مستر لما حصلت أزمة انخفاض نهر النيل هو اتصرف كويس مع المصريين فالمصريين حبوه. فالقصة مرتبطة بإيه؟ بالكوارث الطبيعية. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ تمتعت مصر خلال عصر بطليموس الاول بمكانه مميزه ليه؟ عشان كانت مركزا لدولته، ولا تحكم بتجارته، ولا مقرا للثقافه، ولا مصدرا لجنوده؟ طبعا مركزا لدولته. مصر هي مركز دوله البطالمه اللي اسسها بطليموس الاول. 3. جاء تعلم المصريين اللغه اليونانيه خلال عصر بطليموس بسبب ايه؟ قلنا المصريين لما اتعلموا اللغه اليونانيه مسكوا بعض المناصب الكبرى فارتفعت مكانتهم في المجتمع. يبقى هم عملوا كده ليه؟ لرفع مكانتهم الاجتماعيه، والكلام ده بدايه من عصر بطليموس الرابع. حدد اهم انجازات علماء جامعه الاسكندريه في علم الطب. ان ظهر واحد طبيب اسمه هيروفيلوس. عمل ايه يا مستر؟ عمل اداء لقياس النبض، وكمان هو اللي عرفنا شكل الدورة الدموية للجسم. ده حاجة كلها عملها هيروفيلوس، كان واحد من علماء جامعة الإسكندرية زمن البطالمة. 5. أيد صحة العبارة: تميزت سياسة البطالمة الاجتماعية في مصر بالتناقض. ايه يا مستر؟ الدليل ان البطالمة اتبعوا السياسة متناقضة مع المصريين.
ان هم في الاول حاولوا اظهار احترام الآلهة لكسب حب المصريين، وقال لك كمان تلقبوا بألقاب الملوك الفراعنة وحاولوا ان هم يقربوا المصريين، لكن في نفس الوقت تعاملوا مع المصريين كطبقة أقل من البطالمة اليونانيين، يعني من الآخر عملوا تعالي على المصريين. يبقى هم في نفس الوقت عايزين يحببوا المصريين فيهم، ولكن برضه بيعملوا حاجة متناقضة، اللي هم بيتعالوا على المصريين، فالمصريين طبعا هيكرههم. يبقى هم بيعملوا حاجات عشان المصريين تحبهم، وفي نفس الوقت يعملوا حاجات ادت الى كره المصريين كره المصريين ليهم، تناقض في التعامل. المجموعه الثانيه بيقول لك في السؤال الاول: نستدل من صلاحيات الملك في مصر خلال حكم البطالمه على ايمانهم بايه؟ فكره الملكيه المقدسه، نظام الوراثه في الحكم، فصل الدين عن السياسه، الفصل بين السلطات. لا طبعا فكره الملكيه المقدسه، بيعيدوا الفراعنه ان كل شيء في ايد الملك، كل السلطات بما فيها كمان السلطه الدينيه. اثرت النشاه الارستقراطيه للبطالمه على طبيعه حكمهم وتعاملهم مع المصريين. خالف مضمون تلك العباره. النشاه الارستقراطيه اللي هي النشاه في البيئه الغنيه، البطالمه كانوا شايفين نفسهم وبيتعالوا على المصريين. مين اللي خالف مضمون العباره دي؟ بطليموس الثالث. اتعامل مع المصريين كويس، لما قلت لك حصل الازمه وفتح الصوامع امام الشعب المصري واسقط الضرائب، مش شايف نفسه زي بقيه الملوك البطالمه. القاسم المشترك بين اجاثوكليس وكليوباترا السبعه، الاثنين دول بيسعوا لتحقيق طموحات شخصيه. اجاثوكليس كان وصى على بطليموس الخامس وادار الدوله بسياسه تخدم مصلحته هو. كليوباترا ودتهم في داهيه عشان طمعانه في حكم روما، راحت دخلت نفسها في الصراع بين انطونيوس واكتافيوس، وكانت النهايه ان هي فقدت دوله البطالمه عندنا في مصر. حدد وجه الاختلاف بين سياسه بطليموس الثاني وبطليموس الثالث في الحكم. بطليموس الثاني عمل ايه يا مستر؟ عمل توسعات لدوله البطالمه. بطليموس الثالث ما عملش اي توسعات، انشغل بالازمه الاقتصاديه. بما تفسر اقبال المصريين على تعلم اللغه اليونانيه في عهد البطالمه ليه يا مستر؟ لتحسين احوالهم الاجتماعيه، عشان يمسكوا كده وظائف كبرى واوضاعهم الاجتماعيه تتحسن. المجموعه بتاعت اشاب بيقول لك ايه؟ الاناني يسمع صوته فقط حتى ولو صرخ الجميع حوله لايقاظه. ينطبق هذا القول على اي من الشخصيات الاتيه. مين من دول اناني وما بيسمعش لحد؟ اجاثوكليس، راجل بيدور على مصلحته الشخصيه وادار الدوله بسياسه خاطئه، وكانت النتيجه حدوث تدهور في كل اوضاع الدوله بتاعت البطالمه. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ وصف هيرودوت الشعب المصري بقوله اتقى الامم، كلمه خدناها الترم الاول. ادرك البطالمه ذلك جيدا فسعوا لكسب ود المصريين. اي الاعمال الاتيه تخرج عن توجهات البطالمه لذلك. البطالمه فهموا ان المصريين بيحبوا الدين بتاعهم قوي، ويحبوا اي حد يحترم الالهه بتاعتهم، ويكرهوا اي حد يسيء للتعامل الالهه بتاعتهم. ايه بقى من الحاجات اللي قدامنا دي تخرج عن توجهات البطالمه في هذا الجانب؟ انشاء معبد فيلة لو ادفوا لا عملوه. اعاده تماثيل الالهه من الفرس عملوها. منح الكهنه صلاحيات لا دي ما عملوهاش. اما اظهار الولاء ما عملوها. يبقى ايه الحاجه اللي البطالمه ما عملوهاش في الحياه الدينيه عندنا في مصر؟ منح الكهنه صلاحيات الحكم، دي ما عملوهاش. خد بالك من صيغه السؤال. 3. السبب الرئيسي لانتهاء حكم البطالمه في مصر. ليه سقطت دوله البطالمه عندنا في مصر؟ بسبب ان كليوباترا كانت طماعه ودخلت نفسها في الصراع على روما بين انطونيوس واكتافيوس. يبقى الاطماع السياسيه بتاعت كليوباترا كانت هي السبب في نهايه دوله البطالمه. 4. حدد اهم انجازات دار العلم بالاسكندريه، مجال الرياضه لسه قايلينها، اللي هي بتاعت اقليدس عمل كتاب الاصول في الهندسه، وارشميدس عمل قانون الطف، لسه قايلهم في فوق. 5. اي صحه العباره تمتعت الطبقه الغير مصريه بمكانه، الطبقات الغير مصريه بمكانه مميزه في الحكم البطالمه. ايوه، المصريين كانوا اخر طبقه في المجتمع. مين كانت الطبقه الاولى؟ المقدونيين.
اللي هم البطالمة كان في ايديهم كل السلطة والمال. ده حتى اليهود، يهود الاسكندرية، خدوا وضعهم وكانوا بيشتغلوا في الاسكندرية في الاعمال المصرفية. اما المصريين كانوا يمثلوا الطبقة الاخيرة في المجتمع، وكان المقدونيين بيتعالوا على ايه يا شباب؟ على المصريين. ده يا نجم كان تقييمنا الثامن، ويلا بينا على تقييمنا التاسع. تقييم التاسع يا شباب بيتكلم عن ايه يا مستر؟ بيتكلم يا نجم عن الحضارة الرومانية لحد الحياة السياسية. تعالى مع بعضينا كده واحدة واحدة نتكلم في ورقة عمل الحصة. السؤال هو بيقول لك ايه؟ الخطوة الأولى اللي اتخذتها روما لتكوين إمبراطورية. هم الرومان عملوا ايه؟ راحوا سيطروا على البلاد اللي جنبيهم. أول حاجة سيطروا على إيطاليا، بعد كده مقدونيا، وفي نفس الوقت قرطاجة. يبقى أول حاجة فكروا فيها تدعيم نفوذهم العسكري. السؤال الثاني بيقول لك تعددت عوامل ازدهار التجارة الخارجية في بلاد روما. يخرج عن عوامل ازدهارها. يا جدعان السؤال ده بيكرر الفكرة بتاعته، يخرج عنها، اللي ملوش علاقة بازدهار التجارة الخارجية. تأمين الملاحة ليه علاقة، كان عندهم أسطول قوي بيحميهم من السواحل، وهو ده برضو الأسطول ليه علاقة. نشاط قرطاج، سابوا قرطاجة تمارس الحرية التجارية عندهم ليه علاقة. اللي ملوش علاقة وضع قوانين ضبط الأسواق. أساسا حتى لو هم عملوا كده دي اسمها تجارة داخلية، والسؤال بيتكلم على التجارة الإيه؟ الخارجية. 3. جاء الاحتلال الروماني لمقدونيا وبلاد اليونان من حدودها لإيه؟ هو حضرتك هنا كده إيطاليا، وجنبها كده مين؟ أو بعديها كده مين في أوروبا؟ اليونان. يبقى الإيطاليين الرومان دول جم يغزوا اليونان من أنهي جهة؟ من الجهة الغربية، جايين لهم من الغرب. يلا بينا يا شباب سؤالنا الرابع. بقراءة خريطة التوسع الروماني نجد أن توسعها وصل إلى ساحل الخليج العربي أثناء خضوعهم لإيه؟ الخليج العربي يعني خدوا العراق كمان، وخدوا سوريا كلها. بص يا نجم، لو بصيت على الخريطة بتاع كتاب المدرسة بتاع التوسع الروماني، الرومان 90% من توسعاتهم حصلت في النظام الايه؟ الجمهوري. مش البداية، بداية النظام الجمهوري ده كان خدوا بس ايه؟ ايطاليا، او خدوا كمان الاجزاء اللي هم عايشين فيها. لكن توسعهم بقى سواء في مقدونيا، سواء في قرطاجة، سوريا، مصر، كل ده نجم كان في ايه؟ في العصر الجمهوري. 5. استخدمت الصناعات المعدنية في بلاد الرومان بصفة أساسية لخدمة الايه؟ التوجه الحربي. ما هو بص، الصناعات المعدنية حاجتين، عملات وأسلحة. فهنا التوجه الحربي اللي هو الايه؟ الأسلحة. دلل بسقوط مصر وسوريا أصبحت روما سيدة العالم القديم بلا منازع، حيث أصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية. كده خلاص الرومان سيطروا على البحر المتوسط من كل الاتجاهات وبقوا دولة كبرى، سيطروا من الشمال والجنوب والشرق والغرب. الواجب المنزلي بيقول لك يا نجم. السؤال الأول، ظهر بوضوح ازدهار نشاط التجارة الخارجية بين روما وبلاد العالم اعتبارا من العهد الايه؟ من العهد الامبراطوري. بص يا نجم، في العصر الملكي كانت تجارة داخلية بس ما بين الأقاليم الايه؟ الرومانية. الجمهوريين ما اهتموش قوي بالتجارة، كانوا مشغولين بالحروب، والحروب ملهاش ايه؟ الحروب بتعطل التجارة. جه بقى الاكتافيوس وأسس النظام الامبراطوري وعمل أمن وأمان، فده عمل رواج ايه؟ رواج تجاري في النظام الامبراطوري. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ كان وجه الشبه كبيرا في نظام ملكية الأرض الزراعية قديما عند الرومان، مع ما ظهر فين؟ هو زمن الرومان الارض كانت ملك لمين؟ ملك للافراد، زي بلاد ما بين النهرين اللي هي مين يا نجم؟ العراق. سؤال 3. بدراسة توسعات روما الخارجية نجد انه قد تزامن انتصار الرومان على قرطاجة مع ايه؟ هم الرومان دخلوا قرطاجة سنة كام يا مستر؟ 146 قبل الميلاد. هتلاقيهم في نفس السنة دخلوا مقدونيا في اليونان 146. اسمها أسئلة التزامنات. انا عايز يا جماعه عشان برضو بالمناسبه احنا بدانا حجز كده الايه؟ البكالوريا. الناس كلها اللي عايز يحجز بكالوريا معانا سنه تانية ان شاء الله يا شباب، هتخش على جروبنا على الواتساب على رقم 011، هتلاقوا على كل ملازمنا والايه؟ والكتب بتاعتنا. هتخش هتلاقي استماره الكترونيه هتسجل فيها بياناتك عشان حجز السنه الجايه كده باذن الله.
السؤال الثالث، استطاع الرومان تكوين امبراطوريه كبيره عن طريق ايه؟ عشان يعملوا امبراطوريه محتاجين طبعا يا مستر قوه عسكريه عشان يكونوا امبراطوريه. 4، تم التوسعات الرومانيه في الساحل الشرقي للبحر المتوسط. قلت لك كل التوسعات كانت في العصر الايه الجمهوري، وهقصد هنا على سوريا على فكره. الساحل الشرقي اللي هي سوريا كان في الايه؟ في العصر الجمهوري. دلل تنوعت المحاصيل الزراعيه في بلاد اليونان. دلل على مصداقيه طبعا عباره صادقه. زرعوا ايه يا مستر؟ زرعوا القمح والزيتون، وكمان بقى زرعوا كل انواع المحاصيل، البقوليات، البقول، اللي برضو قال لك الكروم اللي هو العنب. دي حاجه كلها اهتموا بزراعتها. تعالى ورقه التقييمات. المجموعه الاولى بيقول لك ايه؟ بقراءه خريطه التوسع الروماني في العالم نجد ان مدخل البحر المتوسط اصبح جزءا من املاك روما. نتيجه لايه؟ مدخل البحر المتوسط من جهه الغرب اللي هو بعد ما انتصروا على مينا مستر على قرطاجه اصبح ملك الرومان امتى؟ بعد الحروب البنيه اللي هي الحروب اللي عملوها مع ايه؟ مع قرطاجه. السؤال التاني بيقول لك ايه؟ ارتبط استخراج الذهب والفضه في روما بصناعه ايه؟ هم صنعوا ايه من الذهب والفضه؟ العملات. ده العلاقه بايه؟ ليه علاقه بتسهيل المعاملات التجاريه، استخدام العملات بيسهل المعاملات التجاريه. 3، يعد المحصول الاستراتيجي لدى الرومان واهم محاصيلها الزراعيه. طالما محصول استراتيجي القمح، وطبعا بعد ما احتلوا مصر هياخدوا القمح من مصر. فسر اسباب اهتمام الرومان بتوفير العملات النقديه لتسهيل المعاملات التجاريه. مش عارف ليه الناس بتخاف من الاسئله المقاليه مع ان كتير منها سهل زي كده. حدد وجه الاختلاف بين التجاره في روما في العصر الملكي والعصر الامبراطوري. في العصر الملكي كانت قاصرة على الأقاليم الرومانية جوه كده بس. أما في العصر الإمبراطوري ازدهرت التجارة الخارجية وتم فتح أسواق في أفريقيا وأسبانيا. ده كله حصل في العصر يا شباب الإمبراطوري. المجموعة الثانية بيقول لك إيه؟ أصبح البحر المتوسط بحرا داخليا بين الولايات الرومانية إمتى؟ آخر حاجة الرومان سيطروا عليها كانت إيه يا شباب؟ كانت مصر. طب مصر قبل الرومان كانت تحت حكم مين؟ البطالمة. يبقى آخر حاجة ضم أملاك بطليموس بن لاجوس اللي هي يقصد بيها مصر زمن البطالمة. بس طبعا بطليموس بن لاجوس ما كانش آخر واحد، هو كليوباترا، بس هو بيحاول يقول لك حاجة مجازا يعني أو تشبيها أو كناية عن دولة البطالمة في مصر. خد بالك أسئلة تقييمات الترم الثاني عليت وعليت أفكارها. رغم ضم روما لقرطاجة وأنها أصبحت جزء من إمبراطوريتها، إلا أن روما منحتها بعض المميزات في النواحي الإيه؟ لو بصيت في التجارة هم الرومان قضوا على روما عسكريا، بس ادولها الحرية التجارية، يبقى كده ادوها امتياز إيه؟ اقتصادي. أي من عصور روما الآتية اتسمت التجارة خلالها بأنها كانت تجارة داخلية الملكي جوه بس الدولة. أيد تعددت الصناعات القائمة على المعادن. تقول له أيوة صنعوا الأسلحة والعملات من المعادن. استنتج الأثر الناتج عن اندلاع الحروب البنية انتصار روما على قرطاجة والسيطرة على السواحل الغربية للبحر المتوسط. المجموعة الثالثة السؤال الأول، لم يشكل القراصنة تهديدا لتجارة روما بفضل إيه؟ القراصنة نجم حرامية البحر، تلاقي الواحد منهم أعور وحاطط البغبغان على كتفه وخطاف في إيده وطبعا رجله مقطوعة وماشي على رجل خشب، هو ده القرصان يا نجم. طبعا كل ده كلام إيه؟ أفلام كرتون مالكش دعوة بيه. لم يشكل القراصنة تهديدا لتجارة روما بفضل إيه؟ هو عشان تقضي على القراصنة لازم يكون عندك أسطول قوي، وده اللي كان بيمتلكه الرومان، أسطول قوي للقضاء على القراصنة. السؤال الثاني،
أصبحت روما سيدة العالم القديم بلا منازع بضمها لإيه؟ بعد ما سيطرت على كل حاجة، آخر حاجة سيطرت عليها كانت مصر أم الدنيا. في مصر؟ هل في الساحل السوري؟ شمال شرق أفريقيا؟ شمال غرب أفريقيا؟ بلاد الخليج العربي؟ لا، عارفين يا مستر، مصر في شمال شرق أفريقيا. 3. بتحليل خريطة توسعات روما نجد أن الإمبراطورية الرومانية امتدت في 3 قارات لأول مرة خلال العهد الجمهوري. هم خد بالك كان معاهم أجزاء من أوروبا اللي هي إيطاليا ومين واليونان، وأجزاء من آسيا اللي هي سوريا، وأجزاء من أفريقيا اللي هي مصر. خلاص، وقبليها كمان طبعا كانوا مستولين على قرطاجة، دي أجزاء من أفريقيا. فسر اسباب ازدهار النشاط التجاري في العهد الامبراطوري في روما. عملوا ايه في العهد الامبراطوري؟ تعال نفتكر يا مستر، ليه ازدهرت التجاره؟ قال لك رقم 1 بسبب وجود اسطول قوي لحمايه السواحل من القراصنه. الشيء التاني فتح اسواق جديده في افريقيا واسبانيا. وكمان يا نجم بسبب يقول لك كده السماح لقرطاجة بممارسة النشاط التجاري جوه الامبراطورية الرومانية، وكمان الاهتمام بصناعة السفن. دي كلها اسباب ادت لازدهار التجارة في العصر الامبراطوري. السؤال الخامس، استنتج الاثر الناتج عن قوة الاسطول الروماني. النتيجة يا مستر، حماية السواحل من القراصنة وازدهار النشاط التجاري. وكده يا اساتذه عملنا اللي احنا عايزينه النهارده. عملنا لك كده 3 تقييمات، التقييم السابع والثامن والتاسع، ودي كلها حاجات داخله في امتحان الشهر. بالتوفيق يا ابطال، واستنونا في تقييمات جديده، وان شاء الله الناس تعرف تظبط امتحان الشهر. وكمان هننزل لك مراجعه ليله الامتحان. انتظرنا واشترك في القناه عندنا عشان يوصل لك كل جديد، وبالتوفيق يا ابطال.